السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله. أبو من أستاذنا العزيز؟ أبو أحمد. أبو أحمد حياك الله. أنت من إخوتنا الشيعة القبورية؟ أنا قبوري، كنت مع السيد الصرخي أدي زيارتي ال40 للإمام الحسين، وكنا أنا وهو نسجد على قبر الحسين. حياك الله. الآن بما أن قبوري أرجوك بس اسمح لي أقسم بالله العظيم. لا ما أسمح لك. اسمعني أنا صرخي والله العظيم. اسمعني أستاذ سيد عبد الراوي. تفضل يلا اثبت لي أنا قبوري. قبوري يا عيني دكتم يا بعد روحي هسه اثبت لك عيد. تفضل اثبت لي انا قبوري الله يرضى عليك. نفس السؤال. اثبت لي انا قبوري. عمري هاي 1001. اسمعني يا عزيزي. تفضل. اولا شنو معنى القبوري؟ هو الذي يجعل. شنو معنى القبوري؟ ما يقدر يكتم يعني. اكتم عزيزي. شنو؟ اكتم يا بعد عيني اكتم. اكتم يا ضيف يا محترم. لا ابين لك انت قبوري. الذي يجعل القبر بينه واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى هذا قبوري. الذي يتمسح بشباك القبر هذا قبوري. الذي يصلي أمام القبر هذا قبوري. واضح يا عزيزي؟ الذي يجعل القبر أمامه أثناء الصلاة هذا قبوري. أنت تسويهن هاي القضايا؟ سولف لي الآن جاوبني. أبو أحمد جاوبني. إذن يا أخوان اللي يتمسح بالقبر، اللي يجعل القبر بينه واسطة وبين الله سبحانه وتعالى هذا قبوري. اللي يصلي أمام القبر هذا قبوري. هذا الذي نقصده احنا، وهاي العبادة كلها هجرناها احنا، أيضا كنا قبورية. يعني شنو ما معترفين بهاي القضية؟ اعترفنا بهاي القضية والآن وضحت لك. الآن السؤال، الإمام المهدي عليه السلام ابن الحسن العسكري 1200 سنة غائب. نريد منك الآثار العلمية والعملية للإمام المهدي خلال 1200 سنة. تفضل أستاذ أبو أحمد. تفضل وياك. أول مرة أنا لم أقتنع بجوابك حول القبور، لأن أنا ذني كل ما أسويهم كشيعة 12 إمامي لم أعمل بالذي ذكرته بالمطلق، كما علمنا السيد الأستاذ عندما كنا مقلدين له ومن 2004. إذا أنت ما تسوي هاي القضايا أستاذ أبو أحمد، إذا أنت ما تسوي هاي القضايا خلينا نعبرها إذا نتفق وياي أنت. ودللت قبوري حول الإمام المهدي عليه السلام. بس اسمح لي حبيب، أرجوك ابن حبيبي عزيزي والله العظيم. أنت قلت قبوري، أنت قلت لي قبوري ووضحت لك شنو القبوري. أنت قلت لي قبوري، قلت لك شيء، أنت قلت لي شيعي قبوري، قلت لك اثبت لي قبوري. ما تجاوب. قلت لي انا شيعي قبوري. يا اخوي والله الامام المهدي انا شخصيا واللي يسمعني الان من الاخوه الصرخيه يعرفوني حقا عزيزي الله بالخير. اعرفهم انا. فهمت سؤالي؟ في 2004 في 2004 اسمع حبيبي الله يخليك. في 2004 انت تسمعني؟ هي هنا مو قضية خطبة. شنو 2004 شنو 2012؟ الآن السؤال واضح. أنت تعتقد بالإمام المهدي عالم وأعلم العلماء. نريد منك تراث الإمام المهدي خلال 1200 سنة. ترى السؤال واضح. إذا أنت كنت معبئ بقضية ومشحون هاي بينك فرخها جوا، اكتب بالتعليقات. أنا صعدتك كضيف محترم. الآن السؤال مرة أخرى، أنت تعتقد بالإمام المهدي عليه السلام عالم؟ طبعا أكيد تعتقد به عالم وأعلم العلماء وصاحب الولاية التكوينية عليه السلام. نريد منك الآثار العلمية والعملية خلال 1200 سنة. واضح يا أستاذ؟ تفضل الآن. السؤال واضح. نريد منك آثار الإمام المهدي العلمية والعملية خلال 1200 سنة. السؤال واضح جدا. يلا تفضل أبو أحمد. ارفع الكتب أستاذ أبو أحمد من يمك.
إذا السؤال واضح يا أخوان، نريد منك آثار الإمام المهدي خلال 1200 سنة، وإذا عاجز عن الإتيان بها ننتقل لك الآثار بنوع مختصر. ارفع الكتم أستاذ من يمك، إذا تقدر ارفع الكتم عن السماعة هاي جوا. أستاذ شاهين إذا تقدر ترفع له الكتم، هذا الكتاب نفسه وبعد ما دون صار. تفضل استاذ ابو احمد، ارفع الكتم استاذ. العفو ابو احمد، دوس على السماعه هاي عليها خط، كاتب نفسك انت يا اخي. ارفع الكتم قدامك قدامك السماعه، دوس عليها. ابو احمد كلش راح يثبت الآثار العمليه لطيله 1200 سنه للمهدي. ارفع الكتم. إذن السؤال واضح يا أخوان، إحنا منتظرين الجواب من العم والأستاذ أبو أحمد أن يرفع الكتم ويأتينا بالآثار العلمية والعملية للإمام المهدي عليه السلام خلال 1200 سنة. هذا هو السؤال، بسؤال بسيط جدا يعني. ألو، يلا حياك الله، سمعت السؤال واضح؟ نريد آثار الإمام المهدي عليه السلام خلال 1200 سنة. تفضل إليك المايك. اسمعني بس ارجوك لا تقاطعني، والله العظيم انا اريد اي تخرج. اسمعني عزيزي، ما اسمح لك تخرج باي خارج نطاق السؤال. سؤالي واضح، نريد آثار الإمام المهدي خلال 1200 سنة بدون لا مقدمات ولا اسمح لي ولا اسمح لك ولا مظلوميات. انت ضيف مكرم نخليك على الراس. نريد منك آثار الإمام المهدي خلال 1200 سنة. تفضل. يعني يصير الصلاة بدون سورة الحميد؟ شوف المظلومية، سبحان الله. مو المظلومية يعني يا حبيبي، مو انت الان تطرح سؤال. عندك آثار الإمام المهدي خلال 1200 سنة، انت تعتقد بالمهدي هو عالم اول شيء ما تعتقد به. بس اسمح لي. لا ما اسمح لك، شو اسمح؟ آثار المهدي موجودة. آثار المهدي موجودة. موجودة آثار المهدي العلمية والعملية خلال 1200 سنة. العلمية والعملية تجدها مسطورة في كتاب ذكريات لا تنسى للسيد محمود الحسن الصرخي، وهو كتاب عن تجربته الحياتية بخط يده، ولا يمكن أن يكذب على نفسه، لأن بخط يده الله يحفظه ما ممكن أن يكتب على نفسه. فرجع لكتاب ذكريات لا تنسى، ستجد فيها آثار المهدي كلها التي كان يؤمن بها السيد محمود الصرخي، وبكتاب خطي موجود. خلصت هسه هي هاي البربوره صعدت على موديل بقلبك صار لها ساعه محشوره. مو هاي هسه انت خلصت حبيبي. استمر وياك، انا استمر وياك. انا استمر وياك. لا بس اسمح لي حبيبي، انا استمر وياك. زين، النقطه الثانيه، كتاب الله وعترة اهل بيتي اقر صحتها السيد محمود، وفي محاضرات كثيره في هذا الجانب. صحيح؟ اي نعم صحيح. الله يرضى عليك. الكتاب مستمر، والعترة يفترض ان تكون مستمره، صح ولا لا؟ ولا الكتاب ولا الحديث يعتبر باطل؟ كمل سيدنا كمل. زين، بما انه كتاب الله وعترتي متلازمان الى يوم القيامه، وقد اخبرني اللطيف الخبير بانهما مستمرين مترابطان متلازمان الى يوم الورود الحوض، يعني للقيامه. زين، العترة مبدئيا الصرخي استاذنا الصرخي السيد محمود الحسن الصرخي الله يحفظه ويرحم والده، زين، كان علمنا بان هناك الان قبل 12 الان اصبح عده 11. زين، هنا صار بتر بالعترة، الكتاب استمر والعترة انقطعت. اعطيني دليل بان كتاب الله وعترة اهل بيتي مستمره بدون المهدي، بدون الحجه ابن الحسن، بس هاي اثبت لي اياه. يلا حياك الله استاذ. اثبت لي الصلاة اللي تكلمت بها انت بالبدايه، هل تصلح بدون الحمد؟ احنا نقول لك يا عمي يا سيدنا ما يصير بدون الحمد، هاي الاولى. وما يصير قضيتك انت وعقيدتك بدون الامام المهدي. فايضا نريد اثار المهدي، بدون اثار هم ما يصير هاي القضيه، فنريد منك اثار الامام المهدي عليه السلام. ثانيا
أنت يا عزيزي كذبته في ادعائك على الأستاذ بأنه كتب بخط يده إكلاوات المهدي، والآن أنت مطالب أمام الجميع أن تثبت لنا أن الأستاذ الصرخي كتب بخط يده آثار الإمام المهدي عليه السلام. ثانيا أنت خوش جبت سالفة كتاب الله وعترتي. ماذا يقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله وعترتي. فأنت خوش جبت سالفة كتاب الله وعترتي، وأنت قلت القرآن موجود، ونحن نقول أيضا القرآن موجود، فأين المهدي المقارن للقرآن؟ بما أنك أنت ألزمت نفسك قرآني وعترتي، الآن القرآن موجود بين أيدينا، فأين المهدي المقارن للقرآن؟ عليك أن تثبت لنا أن القرآن والمهدي لا يفترقان، وهذا هو سؤالنا وإلزامنا. جيب آثار المهدي العلمية والعملية كي يثبت أنه مقارن للقرآن، فجيب تفسير المهدي للقرآن والتزام المهدي بأحكام القرآن، وأثبت لنا أنه يصلي ويصوم ويحج ويزكي حتى نثبت أنه ماذا؟ لا يفارق القرآن. واضح سؤالي يا أستاذي ويا عمي؟ وبطريقك بعد جيب لنا من المهدي القرآن ال 17,000 آية، لأن القرآن الموجود عندنا 6000 آية وشوية. القرآن في رواية في صحيح الكاتب 17,000 آية، يقولون هو عند الإمام المهدي. فتفضل جيب لنا القرآن ال 17,000 آية، وحتى أقرر لك المطالب يا أستاذي يا عزيزي يا قرة عيني. أنت ماذا قلت؟ تكلمت أول شيء بآثار على أساس الأستاذ الصرخي جاب الآثار، ونقول لك أنت كذبت من البداية في ادعائك على الأستاذ بأنه كتب بخط يده كلاوات الإمام المهدي. ثانيا أنت خوش جبت سالفة كتاب الله وعترتي وقلت القرآن موجود، ونحن نقول أيضا أن القرآن موجود، فأين المهدي المقارن للقرآن؟ وهذا هو سؤالنا وإلزامنا لك. جيب آثار الإمام المهدي عليه السلام العلمية والعملية كي تثبت ويثبت لنا وللجميع أنه مقارن للقرآن، فجيب تفسير القرآن للمهدي والتزام المهدي بأحكام القرآن، واثبت لنا أنه يصلي ويصوم ويحج ويزكي، وبطريقة تجيب لنا من المهدي عليه السلام القرآن ال 17,000 آية. تفضل يا محترم، ولا تنسى كاتم للعلم الإمام عليه السلام وللبينات وقاعد عن الأمر والنهي، وهاي كلها نكتفي بالقرآن أبو 17,000 آية، ونكون مشكورين لك جدا وممنونين إذا كنت عاجز عن الإتيان بما طرحنا عليك من إلزامات من آثار للمهدي. نكتفي بس ب 17,000 آية، لأن القرآن الموجود عندنا شقد 6000، إذا هناك 11,000 آية ما هي يقولون عند الإمام المهدي. تفضل سيدنا أبو أحمد ارفع الكتم وجيب لنا ال 17,000 آية وأنا راح أكتم. هسه شو نريد ال 17,000 آية عند الإمام المهدي عليه السلام؟ تفضل. ارفع الكتم عم أبو أحمد. يا أطلامة الكتم هذا يا أخي والله عجيب. يا أبو أحمد ارفع الكتم من يمك. أنتوا سمعتوا الأستاذ أبو أحمد، شفتوا شلون الناس تطعن؟ أول شيء أنت ادعيت أن الأستاذ كتب بخطه آثار الإمام المهدي وآثار الإمام المهدي. ثانيا حبيبي أن تجد لنا، ثانيا أن تأتي لنا بال 17,000 آية الموجودة عند الإمام المهدي، لأن القرآن اللي ببيتك موجود 6000 آية، جبنا 17,000 آية بعد أن كذبت واتهمت السيد الأستاذ بأنه عنده آثار المهدي خلال 1200 سنة. تفضل أستاذنا أبو أحمد جيب لنا 17,000 آية. هسه الكتم مرفوع.
تفضل استاذ جيب لنا 17000 ايه للامام المهدي عليه السلام. شو هو كتب مرفوع هذا شو قصه؟ يحلك بشيء استاذ. مرفوع كمل اتكلم. يلا هسه تسمعني ان شاء الله. اسمعك وانت سمعتني. نريد منك ال 17000 ايه بس اسمع حبيبي نجي واحده ارجوك. اول مره انا لم اكذب على السيد استاذي، وانما قلت كتاب كتبه بخط يده اسمه ذكريات لا تنسى. لم اقل كتابات المهدي. لا انت قلت بهذا الكتاب به اثار الامام المهدي. احنا قررنا سالناك اين اثار المهدي خلال 1200 سنه عليه السلام. قلت هذا على كتاب ذكريات لا تنسى للسيد المهدي السيد الصرخي. انت دلست قلت اثاره موجوده بهذا الكتاب والاستاذ انا ما دلست يا حبيبي. كذبت هذا الكتاب ما بآثار. كيفك انا كذبت شنو يا حبيبي؟ والله حيرة يا اخي والله. انت قلت بآثار الامام المهدي. ارجع لكتاب ذكريات لا تنسى. ذكريات لا تنسى للسيد الصرخي كتبها بخط ايده عن تجربته الحياتيه ويذكر بآثار الامام المهدي. اسمعني عم ابو احمد. شوف السؤال للجميع. انا سالتك والتسجيل موجود. أنا سألتك أين آثار الإمام المهدي العلمية والعملية خلال 1200 سنة؟ قلت لك راجع كتاب ذكريات لا تنسى. قلت لك راجع يعني كتاب ذكريات لا تنسى. ايش بيه الكتاب هذا؟ بآثار الإمام المهدي خلال 1200 سنة. هذا إلزام كلامك. لا تقولني من لم أقل بآثار المهدي 1200 سنة. ما قلت هالشيء. ما قلت ارجع لكتاب ذكريات لا تنسى ستجد فيه آثار المهدي التي كتبها. الكتاب كتب السيد محمود بخط يده، مو واحد كتب عنه، هو بنفسه كتبه. يا اخوان ماذا قال هذا الكتاب به آثار المهدي، ونحن نتحداك امام الكل أن تجلب لنا الكتاب وتأتي وتفتحه. إذا أنت كذبت. النقطة الثانية جيب لنا القرآن ال 17000 آية عند الإمام المهدي. تفضل. بس حبيبي هي مو الطفر. ارجوكم انتم حبيبي تدون اخره لو بس دنيا. اذا بس دنيا عملكم الدنيا، لكم الدنيا خذوها كلها. رجعنا مضبوط عليكم الدنيا. نريد منك تدون اخره نتناقش بعقل ونتروي وبدون تطفير. انا مو سلفي حبيبي. ابو احمد بس اعطينا شويه مجال. ابو احمد انا مو سلفي الله يرضى عليكم. ابو احمد عزيزي عمي والله صرخي والله صرخي. شو المشكلة يعني؟ تلطم انت؟ ابو احمد من سالناك عن اثار المهدي لطيله 1200 سنه ايش قلت؟ قلت تلقاها بذكريات لا تنسى، والتسجيل موجود. قلت تلقاها بذكريات لا تنسى. فانت بعد على شنو هالمماطله وهالكذب يا ابو احمد؟ وانت يعني اصلا رجال كبير، فانصح نفسك اولا قبل ان تنصحنا. نعم استاذ شاهين، الكلام واضح. جيبها من الكتاب. انت ماذا قلت؟ آثار المهدي موجودة بكتاب الصرخي أمام الكل. نريد تجيبها لنا من الكتاب وإلا أنت كاذب مع احترامي إلك. الكذب حرام. أنت قاعد يعني شلون تطعن بالرجل هذا؟ هو ما عنده الكتاب، عنده بس ماكوش آثار، ما مذكورة به آثار. وجيب لنا القرآن ال 17000 آية. فتفضل ولا تراوغ يا محترم.